طب على فكرة دي قصة خيالية. فاهم. It's my هي money. فلوسها كله باسمي. هي حطي له بقى فاصوليا. اطلع بره بيتي. رابع ابيسود من انتايتل شات. انا رامي واللي هناك ده عمر. النهارده معانا سبيشال جيست استاذه نهى. اهلا اهلا. هاي رامي. عامله ايه؟ عامل ايه؟ ماشي. سو اول حاجه ممكن تدي انتروداكشن على هو از نهى. مين نهى؟ نهى بتعمل ايه؟ نهى عايزه تعمل ايه في حياتها؟ حاجات بسيطه. انت تعرفي عمر ورامي منين؟ مش شغل معايا في تسأل الشغل. كويس. رامي عارفه رامي الاول ما رحت شغل حصل تاك جينيوس. وبعدين عمر Thanks. معايا برضه في الشغل. عرفت من رامي. عرفت من رامي. وانا بزنس اناليست في وان اوردر معاهم. انا المفروض اقول السبونسر كده بتاع ولا النهاردة. لا؟ بس وان اوردر لو احد فيكم بيسمع بيتفرج على الحلقه دي سبونسرونا. يس محتاجين فلوس محتاجين فلوس بجد. كاشاتو. معناش مايكات. معناش مايكات. يعني محتاجين بادجت. مين احنا انتايتل شات. احنا بنقرا قصص من مصادر مختلفه، شويه فيسبوك، شويه ريدت، شويه انستجرام، شويه انتوا اللي بعتوا لنا قصص، وكلنا بنفضل نقول راينا وندسكاس هذه القصص ونتكلم عنها وقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتس. طيب ممكن نتكلم على اول قصه. هل انا شخص سيء ان انا قلت لزميلتي في الشغل ان ليه الكاستمرز بتوعنا مش بيحبوها؟ القصه بتاعتنا بتقول ان في زميله معايا في الشغل لسه جايه جديد الشغل، وبعدين هي جايه من شغل كبير. احنا شغالين في ريستورانت، هي جايه من ريستورانت تانية كبيره، فهي جايه اوريدي اديوكيتد وعارفه الشغل ماشي ازاي وهكذا. فهي جايه بالاكسبرتيز وبالاكسبكتيشنز بتاعتها. اولا هي بتهزر مع الناس كلها، مع كل الجستس بتهزر معاهم، تفضل تضحك معاهم، تفضل تقول له يا حبيبي ويا عسل ويا مش عارف ايه، تفضل تساله عن يومه وعن حياته وبتاع. والناس بداوا يشتكوا منها عشان الاوردر تيجي متاخر وهم مش عارفين يقعدوا مع اصحابهم. فجاه بتلاقي الويتر تيجي قاعده بتحكي في تفاصيل حياتك وبتسالك عن كل حاجه. هي الويتر. أوكي. الويتر بتسالها وبتسال الناس الكلاينتس على تفاصيل حياتهم، صاحبهم يعني. فهي فاكره ان هي كده she's doing extra job عن بقيه الناس، مع ان في الحقيقه لا، ان هي بترخم على الناس. فاكتشلي في كذا كاستمر اشتكى ان انا عايز امشي بسرعه، الويت تايم از هيوج. واكتشلي المانجمنت اتكلموا معاها كذا مره لحد ما هي جات لي سالتني، قالت لي انا مش عارفه انا بعمل ايه غلط. كل الزملاء بياخدوا تيبس اكتر بكتير مني، انا باخد اقل واحده في التيم تيبس، واكتر واحده بيجي لها شكاوى، مع اني فريندلي ومع اني اكتر واحده بشتغل. فايه المشكله؟ فانا قلت لها ان انت غلطانه عشان 1 2 3 4 5. هي قفشت مني ومن يوميها مش ما بتكلمنيش. هل انا غلطانه ولا لا؟ على حسب انت بقى قلت لها ازاي. يعني لو انت قلت لها، يعني لو انت مثلا رحت قلت لها ايوه عشان انت بتعملي كذا وكذا وكذا وطريقتك زباله، أيوة. هتتضايق طبعا. وانت اللي قاعده بتتميع على العملاء ومش عارف ايه. بالظبط. هي قالتها لها ازاي؟ قالت ان انت المفروض تبقي بتسيرف الكلاينتس بدل ما انت قاعده بترغي معاهم، وتبطلي تقولي لهم بالالقاب المايصه دي الطريقه اللي هي قالت بيها. ما احنا تاني برضو مش هنقدر نحكم، عشان يعني لو هي رود، لو هي قالت لها بطريقه رود بس هي برضو ما كانتش هتسالها لو هم مش قريبين. يعني حاسس ان هي اصلا هي دي مين اللي سالتها؟ دي مين؟ دي مانجر ولا دي مين؟ دي واحده شغاله معاها. شغاله معاها. الموضوع هيبقى سنسيتيف لو هي في نفس الليفل. هيبقى الموضوع سنسيتيف طبيعي، حتى لو قالت لها لا هيبقى سنسيتيف. يعني لو حد مثلا مديرها قال لها، حتى لو قالها لها بطريقه روت شويه كانت عادي. بس خلي بالك المانجمنت قال لها اوريدي وهي ما تقبلتش ده، فراحت تسال صاحبتها. فاهمه قصدي؟ ده خلاص هي مش غلطانه. اوكي. يعني انا شايف انه لا، يعني اصحابنا او الناس اللي قدنا دول اللي احنا ممكن نقبل منهم الحاجات اللي زي كده، لانه هو مش هيستفيد اي حاجه او مش هيتضرر في اي حاجه. هو فعلا قلبه عليا انه عايز يساعدك. هي كان ممكن تقول لها والله انا مش عارفه خالص، انا مش عارفه في ايه، هي الناس مالها، ده انت حتى جميله وخلاص وتريح دماغها. ان هي تقول كده ده معناه ان قلبها عليها يعني. بس حتى لو كانت الطريقه وحشه،
حاسس ان احنا لازم نبقى يعني ناضجين كفايه ماتيور انف ان احنا لا نقبل النقد البناء حتى لو اتقال لنا بطريقه رود، لان الكونتكست او سياق الكلام انت رايحه عايزه نصيحه، جات لك النصيحه خلاص اقبليها زي ما هي صح. ف طبعا وارد يكون وارد يكون الشخص اللي ادى الادفايس ده فعلا زي ما نوها بتقول اداه بطريقه رود او هارش، بس التانية مش من حقها خالص انها تقفش يعني. صح. I agree. ماشي. فيردكت. ماشي فيردكت. لا هي مش غلطانة. مش شايف ان هي غلطانة. لا مش غلطانة. انا كعمر لا شايف انه لا نوت ذا اسول، شايف انها مش غلطانة خالص. الستوري بتقول هل انا شخص مش كويس علشان انا مرضتش اروح فرح ماي بيست فريند. طيب البنت دي عندها اختها صغيره وكانت هير بيست فريند وعداها ان هي هتكون الفلاور جيرل في الفرح بتاعها، وبقالها اسابيع او بقالها ايام كتير قوي وعداها بده، والبنت she got very excited، ولحد ما هي بدات اصلا البنت كل يوم عماله تحكي عن الموضوع وتتكلم فيه وهتلبس فستان عامل ازاي ومش عارفه ايه، حتى بدات تقول ان خلاص يعني our wedding اللي هو ده فرحي او ده فرحنا يعني. ف she was this excited لحد ما في مره her best friend قالت بصي هو انا مش هينفع ان انا اكيب ماي بروميس، او مش هينفع ان انا اخليها الفلاور جيرل خلاص، علشان انا في حاجه تراديشنال عندنا او حاجات تقليديه عندنا في العيله، او خطيبي عند خطيبي في العيله ان هو عايز قرايبه هم البنات الصغيره يكونوا هم الفلاور جيرلز، فهي مش هتعرف تكيب هير بروميس. فهي صاحبتها اتخانقت معاها وقالت لها ما ينفعش، انتي كنتي وعداها وهي فضلت تتكلم عن الموضوع ده بقالها كتير وشي بريبيرد فور ات، حضرت له كتير قوي، وبعدين دلوقتي انا مش عارفه اقول لها ايه. فانتي لو بالظبط كده، فانتي لو مش هتعرفي ان انتي توفي بوعدك انا مش هاجي الفرح. فهي قالت لها يعني ان هي she's being a drama queen يعني، او بتأفور يعني، ده هو انتي مش هتيجي الفرح عشان يعني سبب زي ده يعني، لا. فهي المورال اوف ذا ستوري يعني ان هي البنت ما كانتش عايزه تعود اختها الصغيره انها اي حد ممكن يبريك البروميس بتاعها والموضوع يعدي عادي. فعشان كده هي قررت انها ما تروحش، فهي حاسه انها شخص مش كويس او شخص وحش. هل انا كبرت الموضوع ولا الموضوع يستاهل؟ بالظبط. فانتوا ايه رايكم؟ خليني انا اقول الاول وبعدها رامي وانت احنا عدى عشان انت اللي حكيتي الستوري. انا شايف انه 100% كان لازم تاخد موقف. طبعا البنت دي هتزعل قوي قوي قوي، والبنت الصغيره هتقدر اللي مامتها عملته عشانها، اللي هو حتى مع انها صغيره بس هتفضل فاكراها، تبقى كور ميموري بالنسبه لها، اللي هو حتى لو كانت صاحبتك وفرح صاحبتك بس انا اهم بالنسبه لك. حاسس دي حاجه هتتعلم مع البنت الصغيره قوي. هل هي كبرت الموضوع؟ لا بصراحه في حاجات اقل من كده بكتير كانت بتحصل، عشان كده البنات ما بيحضروش افراح بعض فيها يعني. انا سمعت عن حاجات ليها علاقه بالوان فستان البرايد ميد فتلاقي صاحبه العروسه ما راحتش. يس لاست مينت بيبريكوا كده. ايه بس لا انا شايف ان هي كبرت الموضوع يعني. by the end of the day ده فرحها، واللي هو يوم في العمر، فاللي هو يعملوا اللي هم عايزينه. هم يعني برضه يمكن احنا مش فاهمين في الكالتشر، بس هو ايه الضرر ان يبقى في 2 فلاور جيرلز ماشيين جنب بعض؟ ما هي خلي بالك، هي قالت ان دي حاجه تراديشنال، هي مش هتجيب حد غريب عن العيله. لا، وقالت ان كل البنات الصغيرين بتوع العيله كلها اوريدي في ناس كتير. وبعدين فاهم يعني هتلاقيها اللي هي يعني she promised her في وسط الكلام، فاهم ان البروميسز حاجه كبيره في كل حاجه، بس في حالات دي الفكره ان هي she didn't promise her مره وخلاص، لا هي كانت بتتكلم معاها في الموضوع كتير يعني، هي وعداها بده. ايوه مش عارف، بس برضو اصل فاهم قصدي الفرح ده في الاخر خلاص انت بتحاول تعمل البيرفكت فيجن بتاعك او بتاعك، فطالما في الاخر الفيجن بتاعك اتغير بعد ده انت عايز تعملي احلى فرح ليكي وهكذا. مش عارف انت شايفه ان هو الموضوع كان كبرته ولا لا؟ شايفه حقها ولا لا؟ انا بصراحه محتاره، مش عارفه. اصله انا ممكن اتكلم ساعتها مع بنت صغيره وافهمها انه يعني things happen،
وخلاص يعني، وهروح الفرح لانه في الاخر برضو ده فرح صاحبتي يعني، وشيز ماي بيست فريند، وما ينفعش انها افوت حاجه زي كده. بالظبط. بس لازم اخد موقف تاني طبعا، او اتكلم مع صاحبتي ده ان هو ما ينفعش انها اصلا تدي بروميسز صح. طب انا عايز اسالك سؤال. انت قلتي لو انا مكان الام كنت هتكلم مع البنت الصغيره واحاول افهمها ان هو ايه، احنا ما بنعملش كده بس ما تزعليش وهتتعوض وهتبقى فلاور جيرل الفرح ده. طب لو انت العروسه بقى اكشلي وفي الموقف ده، هل اكشلي هيجي لك قلب تكسري بخاطر البنت الصغيره؟ لا عادي، هخليهم كلهم. هجيب ورد كتير. هيكفي. بس بجد في قصص كتير قوي من دي بسبب التراديشنز. احنا مش بنبقى مجمعين قوي هما الدنيا عندهم ماشيه ازاي، عندهم كالتشر مختلفه في حاجات كده. انا اصلا ما اعرفش ايه الفلاور جيرل دي. ايه ده؟ لا في افراح في مصر والله مش الفلاور جيرل دي عندنا بيرموا فل يعني مش ورد. وهو والعريس والعروسه داخلين اطفال بترمي ورد. ده فين ده؟ انا عمري في حياتي ما شفته. ايه ده؟ لا ده موجود كتير. وانا بحضر افراح فين؟ طيب انا ولا انت؟ انا ممكن عندي قصه حلوه. خلاص عندي قصه حلوه. ماشي. هل انا شخص سيء ان انا حطيت سوداني في اكلي من غير ما احط ليبل ان فيه سوداني، وانا عارف ان اللي بيسرق اكلي عنده حساسيه من السوداني؟ قصه بتقول ان في الشغل عندي في الاوفيس. هو انت شخص سيء. ماشي. انا ما كنتش اقول كده. هندسكس في الاخر. القصه بتقول ان في الاوفيس في واحد جديد جه اسمه عمر. من ساعه ما عمر جه وانا اكلي بيختفي. كل يوم ادخل المطبخ افتح الثلاجه الاقي اكلي مش موجود. فانا عارفه ومتاكده ان هو عمر هو اللي بيسرق اكلي. فمهم جيت في يوم انا كنت جايبه بواقي، كان في بواقي اكل، والبواقي اكل دي فيها سوداني، وانا ما كنتش ولا عليا ولا مفكره اصلا، وسبتها في الثلاجه، ما كنتش واخده بالي. اوكي. وبعديها رحت عشان اكل، لقيت الطبق مش موجود ومفيش اي بواقي اكل. فانا عرفت ان عمر هو اللي سرقها. افتكرت ان عمر عنده حساسيه. رحت جري على عمر قلت له ان الاكل اللي انت اكلته كان فيه سوداني. عمر بدأ يبانك ووديناه على المستشفى، وكان ممكن يموت فيها، والدكتور قال ان يعني كان ممكن فعلا بعد شهر يموت وهكذا. فدلوقتي بعد ما ده حصل رحنا للاتش ار، والاتش ار كان في صالحي، ولكن بعد كده كان في رول جديده اتحطت في المكتب ان اي حد يحط اي حاجه فيها الرجي لازم يحط عليها ليبل. ومن ساعتها الاوفيس كله بيقول عليا ان انا كنت قصدي ان انا اموت عمر، وكنت باتاك عمر. وحاجه كمان ان عمر جه اتخانق معايا وانا عندي حساسيه من انا عندي حساسيه من اللبن. فانا قلت له ان انا عندي حساسيه من الالبان، وان انت عادي بتسيب حاجات فيها لبن، وانا باخد بالي ان انا بشرب لبن ولا لا. فقال لها لا دي مش نفس الحاجه، عشان حساسيه من الالبان مش بتموت، ولكن حساسيه السوداني بتموت. فانت كنت عايزه تموتيني. هل انا غلطان ولا لا؟ غلطان ولا لا؟ هي قالت في القصه انا ما خدتش بالي ان كان في سوداني. بس لا هي عارفه ان في سوداني، بس ما ركزتش ان هي تحط الليبل. ما هو اكلها، هي هتاكله بالظبط. هو اصلا كان ايوه، بس حوار الليبل ده ما كانش موجود من الاول صح؟ ما كانش رول اصلا. ما كانش رول. طيب فهي امال ايه بقى؟ هي ما عملتش حاجه، هي كان معاها بواقي اكل حطيته في الثلاجه وبس. بص هو الاثنين غلطانين يعني. هو الاول خالص الولد ده غلطان عشان هو بياكل اكل مش بتاعه. ده كده بس كان ممكن يعني ان احنا نتعامل مع الموضوع بشكل ألطف من كده. انا اي حد انا كعمر مش هتعامل مع الحاجات دي بشكل. انا اي حد هياكل اكلي، اي حد هياكل اكلي او هيمنعني ان انا اكل اكلي. ليه بتبص لي؟ انا عامه في حد اكل امبارح في الشغل اتضايقت قوي. حد اكل اكلك؟ اوف سألت لي حطي له بقى فاصوليا. قلت لي اكلت ساندوتش بتاعك. ساعات عصبت قوي، بس قلت يعني مش عايزه اكون عيله صغيره. قلت لها مش وانا برضو في النهارده بطرح من يسري يمري. نرجع للقصه. بعد كده ممكن تحكوا قصصكم انتوا.
ماشي نرجع للقصه. انا بصراحه مش شايف ان هي غلطانه، يعني ما عملتش حاجه. هي اللي حاطت البينتس هي هي كانت عارفه، هي سابت. عملت كده يعني هي كانت هي عارفه ان الولد هيسرق الاكل، هي عارفه انه هيسرق الاكل، فهي حطت ده وهي عارفه ان هو عنده حساسيه. طب ماشي، يعني هو الحرامي يعني انت بتلومي اللي سايبه اكلها في الثلاجه؟ لا انا مش بلومها على كده، بس كان في طريقه احسن من كده. كان ممكن مثلا امسكه متلبس اقفش، او كان ممكن احط الاكل في الثلاجه اقول له يا عمر خلي بالك الاكل اللي في الثلاجه ده انت لو كلته بقى المره دي هتموت. ماشي. انا مش عارف، انا شايف ان هي غلطانه. انا شايف ان هي مش غلطانه. غلطانه طبعا. خلاص let's agree to disagree. ونتكلم بعد الفيديو بعد الفيديو. طيب انا هحكي الستوري اللي جايه. واحده بتقول هل انا شخص سيء عشان انا ما حضرتش جنازه ابويا especially ان هو عمل حاجه كبيره جدا 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 قبل ما يموت. اوف انتنس. الناس دي بيجيب من الاخر، اللي هو انا مش هحضر مش رايحه. ليه حد يعمل كده؟ ماشي عمل ايه؟ بص انا هتكلم بلسان البنت. هي بتقول انا عندي 28 سنه وكان عندي علاقه سيئه جدا جدا مع ابويا. هو سابني انا وانا صغيره، سابني انا ومامتي ومشي راح اتجوز حد تاني، عمل عيله تانية وبطل يكلمني فتره طويله جدا لحد ما كبرت. لحد ما بقى عندي 18 سنه حاول يعمل شويه مكالمات ويوصل لي. بعدها لما بدات اشتغل بقى بيكلمني عشان ابعت له فلوس، لكن ما كانش فيه علاقه ابويه من اي نوع. فلما لقيت ان هو بقى شخص حتى لما هو بيحاول يكلمها مش بيكلمها عشانها، بيكلمها عشان هو عايز فلوس بيستغلها. ايوه. فهي من نفسها قطعت علاقتها بالراجل وبطلت ترد عليه وكل حاجه وخلاص، هو شخص مش في حياتها. المهم فاست فورورد نطلع بالزمن لقدام 6 سنين او 7 سنين من اخر مره هي كلمت باباهم. جات لها مكالمه من مرات ابوها قالت لها باباكي مات، الجنازه اليوم الفلاني. قالت لها انا مش هحضر. لا وهي مكرره من الاول. قالت لها انا مش هحضر. الجنازه حصلت، هي ما راحتش اسبوع ولقيت المحامي بتاعها البنت الاوريجينال بوستر الاو بي او اللي بتحكي القصه بتقول لقيت المحامي بتاعي بيكلمني بعدها باسبوع بيقول لها ابوكي كتب كل املاكه باسمك، البيت كل الفلوس اللي كان محوشها، عربيته، البيزنس بتاعه، كل حاجه حرفيا. والبنت بتقول ان الحاجات اللي المحامي بدا يقولها هي ما كانتش متخيله انها اصلا عند ابوها. apparently كل ما يملك وكل ما يملك ده كان كتير جدا 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 جدا. هو بياخد منها فلوس ليه طيب؟ لا هي بطلت تديله فلوس من اخر 7 سنين. ما تعرفيش ايه اللي حصل خلال ال7 سنين دول. ممكن يكون حاله انصلح، بدا حاجه جديده، ايا كان يعني. كتير قوي بس ماشي. طبعا هي بتقول ان دي كانت خضه بالنسبه لها، هي مش فاهمه ده ايه، ليه ساب لها كل ده، هل هو كده بيحاول يعوض اللي هو كان عمله فيها. هي مش فاهمه اي حاجه. وبدا مرات ابوها باخواتها اللي هم مش الشقق اللي هم ولاده يعني من الست التانية يقولوا ان هي كده سرقت ورثهم. وهي بدات تقول هل اخد الفلوس دي عشان تعويض عن اللي هو عمله فيا كل ده، ولا دي فلوسهم عشان انا ما استاهلش اخد فلوس الراجل ده لان انا ما كنتش جزء من حياته. انا مش عارفه اعمل ايه. في ابديت هقوله بس بعد ما نقول ارانا، وبعدها اقول لكم الابديت واقول لكم الكومنتس كمان كانت بتقول ايه. تمام. انا هقول رايي اخر حد، هنمشي رامي نهى وبعدها عمر. ماشي. طيب واحد انا شايف ان هي غلطانه 100% ان هي ما راحتش العزاء او الجنازه. غلطانه 100% دي ما اعتقدش ان فيها كلام. تاني حاجه انا شايف ان مش غلط ان هي مش غلط ان هي تاخد فلوس باباها اللي هو سابها لها، لان باي ذا اند اوف ده هيز ديسيجن. هي ما ضربتوش على ايده ان هو يديلها فلوسها. هي ما سالتش من حد، ما عملتش حاجه، هي شي ريسيفد الورث ده. فاهم هي ليه ممكن تحس بتأنيب ضمير،
بس she shouldn't يعني. صح. by the end of the day هو اللي اختار ان هو يعملها بالطريقه دي، وهو اللي اختار ان هو يبقى بره حياتها، وان هو اختار ان هو ينفولفها في كل الكلام ده. فمش شايف ان هي المفروض تبقى تحس بتأنيب ضمير وبس كده. حاسس ان ده رأيي يعني. ايه رأيك يا انا؟ هي غلطانه 100% انها ما راحتش، لان هو ما عملهاش حاجه يعني بالظبط للدرجات دي يعني. لا وحتى لو عمل لها يعني راجل. ايوه بالظبط. يعني قصدي ان ما فيش حاجه ميجر يعني. في كومنت جامد كاتب بالانجلش بيقول لها ابوكي عمل بلوت تويست في القصه عشان يخليكي انت الفيلن في قصه حد تاني، زي ما هو كان الفيلن في قصتها بالظبط. هي على فكره في قصه حد تاني. جت في دماغي وانت بتحكي برضو نفس الكلام، ان انا هندمك على هاشتك. ده يبقى راجل بفلوس، تخيل. ده يبقى راجل سيء. انا بصراحه لو مكانها هحس بالذنب قوي يعني. فاهم جدا. ما هو انا فاهم هي ليه حاسه بالذنب، بس انا عارفه انا عارفه ازاي ايه هفيد ماي ايجو ازاي. فاهم. هديلهم فرط من الفلوس عشان اللي هو اريليف ماي سيلف. اديهم شويه ولا اديهم شويه قليلين. النسبه قولي النسبه. حلو عني. قولي اديهم قد ايه؟ نسبه كام في المية؟ ممكن اديهم 10% من الفلوس على حسب الفلوس قد ايه يعني. هي مش ملزمه، هي مش ملزمه ان هي تدي حاجه، بس انا علشان بس افيد ماي ايجو هتفيد. وعشان انا بعمل ربنا من الفلوس مش فلوسك. ده انت كريمه قوي. بقى خلاص اتس ماي ماني، فلوسها كله باسمي، هي 100% فلوسها. دي قصه خياليه. الفلوس في ايدك. فلوسي انا حره يا عمر. مالك حره؟ ماشي براحتك بس الفلوس مش بجد. انت ايه رايك يا عمر؟ انا عايز انت لو مكان البنت هتعمل ايه في موضوع الفلوس؟ ما انا قلت لك انا لو مكان البنت هتاخد شويه من الفلوس. لا probably هاخد فلوس كلها. اوكي. يعني it's his decision. انا ما بص برضو على حسب يعني، على حسب situation، على حسب اللي هو هل مثلا العيله دي هم محتاجين فلوس، فهل انا مثلا هبقى غني جدا 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 وهم مش لاقيين ياكلوا، ساعتها ابقى يعني ما عنديش قلب يعني. بس لو القصه دي كانت في مصر انا كنت هقسمها القصه دي قصه مصريه جدا. دي قصه مصريه موت. انا لا في مصر ما ينفع يعني في الاسلام وكده ما ينفعش حد يكتب ورثه كله لشخص واحد، ده حرام في الشرع. فحتى لو حد عمل كده اوتوماتيكلي القانون بيبطل الوصيه وبينفذ القانون بالشرع يعني. فاكشلي لو كانت في مصر الموضوع ده كان اتحل في ثانيه الا ثانيه يعني. بس يعني دي حاجات فعلا ايه زي الشرع بيحلها من غير تفكير يعني. الديسبيوتس دي مش بنفكر فيها قوي. انت معانا فلوس بالظبط. انا اسف سوا. هو خليه بقى. هبقى اشوفك بقى. انا اولا البنت صعبان عليا قوي في الموقف الموتر جدا اللي هي كانت فيه. اول حاجه لان هي حست بالذنب قوي ان هي ما راحتش الجنازه. انا اولا انا كعمر ما كنتش هروح الجنازه دي عمري. ما كنتش ايه؟ ما كنتش هروح الجنازه. اوكي كده هو it depends. هي اصلا برضو انت ما تقدرش تحكم، اصل كل شخص يعني السنسيتيفيتي بتاعت كل شخص مختلفه عن التاني. يعني انا مثلا حاجه زي كده ممكن ان بابايا مش في حياتي ممكن تاثر فيا قوي لدرجه ان مثلا يولد جوايا ريج او غضب ان انا ما اروحش الجنازه. في ناس مش ما بيفرقلهمش اللي هو هم اللي هو زي ما كنت بقول بيعملوا ربنا يعني في الناس، فاللي هو في الاول في الاخر ده ابويا فانا هروح. لا وبعدين ده يوم يعني يوم. لا في ناس بتعمل كده اللي هو ده غضب انا هطلعه. انا بالنسبه لي انا هتعب نفسيا اكتر لو رحت. تتعب نفسك. طب على فكره دي قصه خياليه. ماشي. حلو. شكرا ردتها لي. انا لو مكان البنت بصراحه انا لا هدي العيله الام والبنات نص الفلوس وهاخد انا النص التاني ليه. ماشي ده انا يعني بصراحه هي ورثه البيت اللي هم قاعدين فيه. انت متخيله كتير عليها. انت مستوعبه ان هم كانوا عايشين في بيت زي ورثه البيت اللي هم قاعدين فيه. ماليش دعوه. هو انا هتطلعيه من بره بيتهم. اطلعوا بره بيتي. اطلع بره بيتي. ايوه
بره بيتي مش بره بيتي. اطلع بره. يا نهار ابيض. ماليش دعوه. عايزين تعرفوا الابديت؟ اه هي قررت مع المحامي ان هي هتديهم كل الفلوس. اوف كل الفلوس. مين البت دي رقمها؟ الاكونت ثرو اواي اكونت، يعني عامله اكونت كده ايه اسم فيك يعني. هي لسه زعلانه جدا من ابوها، وان بتقول ابويا ده مجنون على اللي عمله قبل كده وعلى اللي عمله بعد ما مات، وبتقول انا مش محتاجه حاجه. بنت شبعانه قوي. اللي قاعدين البنت شبعانه. البنت شبعانه قوي. انا قلت اوريكي بس انت كنت عايزه تعملي ايه وهي عملت ايه. ايوه بس المبدأ كان موجود. لا وبقولك ان هو اخدت بالك انه قال انا هقول ابديت بعد ما تقولوا رايكم عشان يوقعك. انت انا البنت عملت الحركه دي، انا سرقتها من رامي الابيسود اللي فاتت. جامده بتخلي الناس تقع في بعض. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم. بس الستوري اللي جايه عند رامي قصه بتقول انا متجوز بقالي 5 سنين، ومراتي اعرفها بقالنا مع بعض بقالنا 10 سنين. كل سنه في كل عيد ميلادها احنا في تراديشن ان احنا بنسافر مع بعض، وبنسافر اماكن في يوروب. مره سافرنا وبنسافر برازيل، يوروب، مش عارف ايه هكذا. مهم يا بختك. عيد ميلاد ايه عيد ميلادها بعد كام يوم، واحنا بقالنا كتير قوي بنتكلم على هنسافر والسفر عامه، هنسافر فين وهكذا. ولكن اخر مره يوروب سابتنا اندت، وسابتنا في مشاكل صحيه، وسابتنا يعني ايه في كوارث. المهم ايه، احنا بقالنا خلاص 5 سنين متجوزين، وبدانا نفكر في ان احنا نجيب اطفال ونبقى عندنا اطفال. طبعا ده بادجت لوحده. فالمهم قعدت انا وهي وقعدنا نتكلم على ان احنا هل هنسافر في عيد ميلادك ده ولا هنسكيب السنه دي. وفي الاخر وي ديسايدد ان احنا هنسكيب. المهم عيد ميلادها جت اتخانقت معايا وبهدلتني ان انت ازاي ما جبتليش تيكتس، وقالت لي ان انت كنت المفروض تبقى عارف ان انا بحب السفر وان انا عايز اسافر، وحتى لو قلت لك لا ايوه وانت تفاجئني وتعمل لي اللي انا كنت عايزاه وتجيب لي والله العظيم صنف عايز يتحرق. لا واقول لك بقى، ففي الاخر انا قلت لها خلاص مفيش مشكله، يلا نجيب التيكتس دلوقتي ونسافر دلوقتي. والله العظيم قالت لا خلاص اتس تو ليت. انت ما فكرتش من الاول. انا خلاص قلت فالحلاوه الموضوع ده انت ما قلتش الاول بس. فهو اللي بيقول هل انا غلطان ولا لا، مع ان احنا ده انت متجوز واحده بنت. ايه رايك يا عمر؟ عشان انت انا الموضوع عصبني جدا. وانا ما كنتش هعرض اصلا ان انا اجيب لها تيكتس، وكنت هو مش جاب هديه. ده بعيدا عن هديه، هو تراديشن هم بيسافروا، جاب هديه واحتفل وعمل. هو اللي واتفق معاها ان هم هيسكيبوا واتكلموا. لا وقعدوا يتكلموا في الموضوع اللي هو لا يا حبيبي انت متجوز واحده مجنونه بس يعني هو قاعده بالبص هم كلهم بص ما تقولش عليها مجنون. بس هم كلهم مجانين بصراحه يعني، او مش قصدي، بس قصدي ان هو لا عادي ممكن تلاقيها هتقول حاجه مش تهزقك دلوقتي، مش ريزنبل يعني. هتلاقيها بتقول حاجه مش ريزنبل. لا مش طبيعيه، دي مش طبيعيه. انت مش شايف ان هو غلطان؟ انا خايف. هو انا ممكن اقعد هناك؟ لا والله رايي من رايك. طب الحمد لله. بس كل حد بيجي يقعد هنا بيهددني. طب انت شايفه ايه يا نهى؟ لا هي بين 60 في 70 طبعا. الحمد لله. هو مش غلطان. لا هو مش غلطان خالص. اوكي مش هي قالت ماشي. هي قالت لي ماشي مش هنسافر. بس والراجل بصراحه ده وراح جاب لها هديه وفلوس. وبعدين مش هي لو كانت قالت على السفر كان هيسافر. لا وخلي بالك هو كمان يعني كان هيشوفوا حل وسط يعني. لا وبعد ما هي اتضايقت قال لها خلاص يلا نجيب تيكتس ونسافر، وهي اللي اعترضت قالت لا انت كنت المفروض انت دي بومه. مش عارف اتعصبت او مش عارف ايه. هو ما كانش المفروض يقول كده اصلا. مش المفروض يقول لها. لو كانت مراتي والله ما كنت اتعصب كده. كنت هطلقها. ده راجل طيب قوي. لا فهو يوفرد يعني. لا هي حيوان. ماشي بس كده قصه سريعه.
قصه جميله بس حلو. ماشي انا اديكوا انا ستوري من عندي، اديكوا واحده كايرو كونفيشنز بقى. انا كايرو كونفيشنز عاملين بلوك. عملت ايه؟ if you're watching this دي بقى قصه. استنى، عملت دي بقى كومنت قصة. عنيف اكيد. والله لا انا كنت بص بصراحه مش فاكره عشان الموضوع ده انا دخلت اشتمت واحده وفهمتها مش فاكره قوي. ممكن بس بص أنا انا مش زمان مش كنت بعمل لهم متأكدة. كومنتس بصراحه وكنت ببقى هارش. أوكي. ده مره واحده ما لقيتش كايرو يعني لحد دلوقتي انا مش لاقيه البيج، فجاه البيج مش موجود. مش موجوده. انتوا مسحتوها ان شاء الله، ما تقوليش بلوك. القصه دي من كايرو كونفيشنز. واحده ست عندها 33 سنه بتقول انا في مشكله كبيره ومش عارفه اتصرف ازاي. جوزي وسط الكلام وهو بيتكلم عن خططه للمستقبل وكده قال لي مرتبه ازاي ناوي يستثمره. فانا بعديها بفتره وبدون قصد كنت بتكلم مع ماما وجت السيره، فقلت لها هو بيقبض كام. عدى كام اسبوع وكنا معزومين في راس السنه عند ماما انا واختي. فوسط الكلام واحنا بناكل بابا كان بيتكلم عن الشغل واحوال البلد وكده، وراح باصص لجوزي وقال له لو حد بيقبض مثلا كذا، وقال نفس مرتب جوزها بالظبط. الراجل طبعا لهم وقفت في زور لازم يبات في الشغل ويشتغل شغلانتين وثلاثه عشان يحسن من نفسه. يعني اوف، لو في حد بيقبض 13500 جنيه يعني مثلا لازم يشتغل زيك مش نفس شغلانتك. لازم يشتغل جوزي أكتر. لاول مره من 8 سنين اشوفه عصبي بالشكل ده. قام فجاه وساب الاكل ورزع الباب ومشي من غير ولا كلمه. اوف. روحت البيت مرعوبه بقول له في ايه؟ قال لي انت لا تؤتمني على سر، وانا مش حاسس اني مطمن لا معاكي ولا مع عيلتك، وشايف ان احنا لازم نتطلق. حاولت بكل الطرق الكام يوم اللي فاتوا ان انا اصالحه ومفيش فايده، حتى بابا كلمه ما ردش عليه، وانا مش عارفه اعمل ايه ومين هيربي البنتين دول وياخد باله منهم. الموضوع الاسكليت انا مش عارفه اعمل لا ايه وفي ولاد ولا حتى عارفه اوصل له عشان ما بيردش على حد. لا افور قوي. الموضوع عنيف قوي قوي قوي، وانا هقول رايي اخر حد خالص. احنا ممكن اكشلي انها تقول رايها اول واحده. يس انت شايفه ايه؟ هي غلطانه هي واهلها ده 100%، بس هو كبر الموضوع قوي يعني ما يعني مش لدرجه طلاق يعني، خلاص لو ما تقوليش حاجه تاني وخلاص الموضوع خلص. بس هي عايز ضرب الجزمه. I agree 100%. Do you think يا نهى ان دي هي اول مره هي تطلع كلام بره؟ لا ما لو خد الرد فعل الجامد ده يبقى ما اظنش انها طلعت، دي مش اول دي مره. هي القشه التي قصبت ظهر البعير. احنا خلاص جايبين كام في الثانويه العامه؟ انا ما امتحنتش عربي ثانويه عامه. لا انا امتحنته. لا انت ما امتحنتوش. امتحنته والله يا ابني انت دفعتي استحاله. يا عم امتحنته، بس امتحنته في البيت. انتوا كنتوا امريكان؟ كنا عايزين. كان اختياري. لا كان اجباري. ايوه يا حبيبي كنتش في لجنه وما ذاكرتش ما امتحنتش. المهم نهى قالت رايها خلاص. قالت ان هو كبر الموضوع وان الست غلطانه. انت لا هو ما كبر. لو هي دي مش اول مره لعب هو ما كبرش الموضوع. ايه ده كمان دي خلاص ده نصيحه الراجل الهوت تيكس كلها يعني. بس هل انت شايفه ان هو لدرجه ان هو في ولاد فان هو يبوظ عيله عشان طلعت سر بره؟ بص هو انا محتاره، بس هو في ولاد عارف لو هما الاثنين بس في ولاد بالظبط. فلا الولاد بس هو ما كبرش الموضوع. هو ما كبرش الموضوع يعني، هو ممكن يربيها شويه وبعدين يرجع. لا كبر الموضوع طبعا. عارف انا بقى انا عندي راي مختلف شويه. عارف مين اوسخ حد في القصه دي؟ مش هتتوقع. لا الام. ايه الام هي ما حكتش لابوها، هي حكت لامها. في بوند ما بين الام وبنتها رايح جاي كده، كلام في كلام ما بيطلعش. ايوه. والستات كمان عارفه انه، وعلى فكره هو الستات اللي طالع عليها الستيريوتايب بتاع ان هم ما بيعرفوش يمسكوا لسانهم ولا التاتين وكده، بس ان ريل لايف وبراكتيكلي يعني من حد عايش مع ستات كتير في البيت، جدتي وخالاتي وامي واختي. لا البنات والستات هم هم بيرغوا كتير، بس هم عارفين ايه اللي بيتقال وايه اللي ما بيتقالش. الرجاله اكتر بكتير اللي غصب عنهم يهرتلوا بالكلام. دي حقيقه. انا كان في كوزي سيتنج كده تلاقيه غصب عنه ايه قال حاجه، فتلاقي مراته تقوم نغزاها كده اجري. فاللي غلطان في اللقطه دي الام، لان ده مش اللي الام بتعمله. ايه ده بصراحه اقنعني.
انا اقتنعت. انا اقتنعت. بس ده اكتر حد ده كان لو اتشال الغلطه دي اتشالت الحوار صح. الاب غصب عنه. الاب كان برضو راجل وسخ بس هو كان نيته نصيحه. لا هو ما كانش نيته نصيحه. بيها. لا ده ما كانش نيته نصيحه. ما فيش حد نيته نصيحه يقوم رامي دي حاجه مقصوده قوي يعني مثلا لو حد بيقبض 13500 جنيه بالظبط. لا دي مقصوده، دي حركه نسوان قوي بصراحه يعني، وما تطلعش غير من راجل من اسود. عايزين تيت. التوب كومنت بيقول دي مشاكل ما تجيش غير من عيله لتاتا بنت. دي كانت ستوري عنيفه من عند عمور. دي مين اللي بعتها لي؟ دي اي ثينك ضحى اللي كانت بعتها لي. القصه بتاعتنا برضو من كايرو كونفيشنز، بس المره دي راجل عنده 32 سنه. اوكي. بيقول قصتي بدات وانا عندي 19 سنه وهي 16. حبينا بعض 12 سنه، اتخطبنا بعد سنين لكن الظروف كانت صعبه. اضطريت اجل الفرح 6 شهور عشان اقدر ادبر الفلوس. حجزت الفرح قبل الميعاد ب3 شهور، لكن فجاه كل حاجه وقفت وانهارت. الخطوبه اتفكت ولقيت نفسي لوحدي بعد ما فقدت حب عمري. صحابي خانوا الثقه، كانوا بيسجلوا كلامي وانا بفضفض، والله مجرد فضفضت شخص مضغوط وقطعوه من سياقه وطلعوني في صوره وحشه. واحد منهم اعترف وقال انا عملت كده. اتزنقت في 60,000 عشان اكمل حاجاتي، والدقيقة المالية خلتها تعتبر ان دي اشارة من ربنا اننا منكملش. كسرت وحسيت بوحدة تامة. دي تلكيكة. اتكسرت وحسيت بوحدة تامة. حاولت انهي حياتي اكتر من مرة لحد ما بدأت علاج نفسي لمدة 2 سنين عشان اقدر اعيش. يا نهار اسود. دلوقتي انا مرتبط بحد اخترته باحترام وبتقي ربنا فيه، زي جواز صالونات كده. ربنا رزقني ووسع عليا ماديا، لكن حياتي ما بقاش ليها طعم. كل حاجة بقت باهتة وحاسس اني عايش جسد من غير روح. بقيت افضل الوحده وماليش نفس ارجع زي زمان. هي حياتها بقت احسن بكتير، عربيه، فلوس، سفر، وجمال بيزيد يوم بعد يوم. وجمال ودلال. ده مركز قوي، بيزيد يوم بعد يوم. واضح ان انت يموت واضح ان الدكتور جاب نتيجه. بصي كاتب بالظبط. وانا حسيت ان شبابي عمري اتسرقوا. ضيعت احلى سنين عمري وانا ببني حياتنا، وفي الاخر راحت وخدت معاها كل حاجه. ليه حصل كده؟ مين يرجع لي سنيني؟ ليه يعملوا فيا كده؟ الشخص ده محتاج ثيرابي اكتر ومحتاج دكتور تاني. محتاج دكتور تاني. محتاج يغيره. لان شيت هابنز من الاخر يعني. فهي قالت ان دي اشاره من عند ربنا. لا زفت حيوانه. انا عايزه قصه فيها البنت هي الجامده جدا والراجل حيوان. ما كل القصص اصلا الراجل حيوان. فين ده؟ ما انا لسه قايل على اب هو الاب حيوان فعلا. لا الاب اللي فات ده بس نوها doesn't hold back. نوها doesn't hold back فقراها ومش ايوه قلت لك مش هبمها الكاميرا. ما قلت لك مين شايفه غلطان وشايف المفروض هو يعمل ايه يعني. كلمينا عن ارائك. اولا هي بص مفيش حد بيبعد من ريليشن شيب او يعني مره واحده، مفيش حد بيسحب نفسه مره واحده. هي صح. اصلا ما كانت عندها شكوك من الاول خالص، فهي اتلككت فمشيت. ده مبدئيا. هو بقى يعني بغض النظر هي عملت ايه، خلاص هي حيوانه بنت ايا كان. هو محتاج دكتور تاني زي ما عمر قال. هو موست بروبلي يحتاج اكتر من دكتور يعني، وده يفولو اب مع ده. لا في لقطه ستوكر ده شايف حياه البنت كلها وقاعد. هو اصلا بني ادم يخوف. هو مش انت دلوقتي مش انت في جوازه تانية، انت ليه بتبص على فكره انا بعدين ايه الحقد ده ان هو قال لك عندها عربيه وفلوس وسفر وجمال، اللي هو فيه ايه يعني؟ ايه الحقد اللي هو فيه ده؟ هو لا هو بني ادم عيان في دماغه. ده مش بني ادم، الكلام ده ما يطلعش من بني ادم سوي طبعا. وبعدين برضه خلي بالك، هل لما هو بيقول ان الكلام اتاخد اوت اوف كونتكست، هل مثلا هو مع اصحابه بيشتمها بيشتمها او قرفان في الجواز؟ حتى ما بيننا وبين بعض مش هنشتم يعني ما ينفعش. هو تلاقيه يا عم الجوازه دي مطلعه عيني وشغال مليون شغلانه انا ما اعتقدش ان ده اللي اتقال يعني. لو ده اللي اتقال فده طبيعي عادي. كل الناس هو اكيد شتم فيها، سواء اكيد عمل اكتر. قال لي يا عم دي امها مطلعه عيني بطلباتها، مش شتم امها. لا فقاموا جايين امها بنت الحته بتاعت هو بيشتم امها. ايوه ممكن يكون شتمها برضه. الامهات جميع الحموات. احنا مش كلنا بنقول ارائنا في كل القصص بصراحه. بس كلنا بندي الانبوت بتاعنا. I think that's what matters يعني بصراحه. صاحبتي اللي احنا متصاحبين بقالنا 5 سنين
بروك اب معايا وجوستد مي من غير اي سبب، هل انا غلطان ان انا رميت كل حاجاتها؟ قصه بتقول انا وصاحبتي الدنيا ماشيه تمام، كل حاجه بيرفكت، فجاه لقيتها بعتت لي بريك اب تكست على التليفون، لونج تكست فيها ان هي ايه بالبريك اب. بحاول اكلمها مش بترد، ببعت لها في مسجز مش بترد. اوكي فضلت احاول اوصل لها، في زيرو كونتاكت، لحد ما عملت لي بلوك. انا اصلا مش فاهم اللي حصل. فضلت كده اسبوع بحاول اوصل لها وما عرفتش. بعد ما عدى 7 ايام انا قررت ان انا هرمي كل حاجاتها اللي عندي. الحاجات دي بقى فيها حاجات جدتها المتوفيه، وفي حاجات بيرسونال، وفي حاجات ايموشنال قوي. انا رميت كل حاجاتها، هل انا غلطان ولا لا؟ اوكي بس هي ما بعتتلوش هات حاجتي فين، حاجتي فين كده. هي بعتت المسج واختفت اسبوع، وهو رمى الحاجه. هو رمى الحاجه خلاص، وهي لسه ما كلمتوش. هي ما تعرفش ان هو رمى الحاجه. هل هو غلطان ولا لا؟ طب ما تطلعهم بره البيت وحطهم في اي حته وخلاص يعني. لم الحاجه وحطها في حته. مش بينتقم بقى، هو خلاص هو حاول يعني هو كان ممكن يكلمها لا خدي حاجتك. ده انتقام. لا ده انتقام 100%. ايوه لو انتقام كان ممكن يرميها من اول يوم. لا هيستنى شويه يشوف هي ترجع ولا لا، ولما لقاها انها فعلا خلاص مش هترجع قام رامي الحاجه، كان انتقام. انا شايف 100% ده كان انتقام، يعني هو كان بينتقم. بس لا هي اللي غلطانه اكتر. انا بس بحاول احسب مين اللي غلطانه اكتر. لا هي اللي غلطانه اكتر. هل انا لو حد عمل فيا كده ده كان هيبقى تصرفي؟ لا طبعا فاهم. بس لو هو بيسالنا يا جماعه هل انا غلطان ان انا رميت الحاجه؟ انت غلطان انت رميت الحاجه. هي غلطانه انها عملت فيك كده. هي غلطانه. انتوا الاثنين ولا انا شايف ان هي اللي غلطانه. يعني اولا هم متصاحبين بقالهم هو غلطان انه يرمي حاجتها. لا خلي بالك متخانقين بقالهم 5 سنين، متصاحبين بقالهم 5 سنين، وسابته اوفر تكست وبعد كده عملت بلوك. هو بيحاول يكلمها يفهم او حتى يعني يديلها حاجتها، مش بترد عليه. هو مش غلطان خالص. حلو. انت لو مكانك كنت هتحرقي الحاجه صح؟ كنت تحرقيها مش ترميها. كنت احرقها هو شخصيا. لا ممكن اقعد هناك يعني جود لك. انا مش خايف. انا مرعوب. جود لك لخطيب نهى المستقبلي. جود لك. انا معاك. لا ما تخافش ان شاء الله بعد الخطوبه نشيل الحلقه. ما تخافوش. المسدس ده كله بره بيترفع عليا. احب اقول لكم بقى مفاجاه، هو نزل ابديت بس مش هقوله دلوقتي. بيعمل فيا الحركه دي. لا انا خدعتكم كلكم، انا ما رميتش الحاجه. انا كنت عايز اعرف ارميها ولا لا. لا ده حيوان. وبعد ما شفت الكومنتس قررت ان انا مش هرميها. رحت حطيت الحاجه كلها في بوكسز وكلمت اختها وقلت لها اللي حصل، واختها قالت تعتذر لي وقالت لي انا اسف، قالت لي انا اسفه على اللي حصل، وان اختي دي قالت لي الادب ومش عارف ايه وبتاع. وبعدها رحت قابلت اختي اديتها كل حاجتها. وانا بعد ما مشيت بفتح موبايلي او لا بفتح موبايلي لقيت تكست كتيره من اختها وهي بتحاول تبرر وترجعنا لبعض. كلمتني على الموبايل، فضلت تحاول تعتذر وتشرح لي مش عارف ايه، تشرح لي كل حاجه. رحت قفلت في وش اختها وعملت لها بلوك، وبعد كده عملت بلوك لاختها وامها واهلها كلها وهي شخصيا، ومشيت ورجعت البيت. هو عامل ايه دلوقتي؟ كلمه واحده بس كلمه واحده. كينج بالظبط. كينج. برافو. انا متضايقه جدا عشان ما فيش قصه فيها بنت كينجه. يعني كلهم انا مع الرجاله كلها يعني الناس هتقول عليا ايه. لو وصلتوا لاخر الفيديو شكرا. وشكرا لنهى اميزنج جاست معانا النهارده. ثانك يو مي تو. ويعني انتوا شفتوا حته بس من الفيديو، احنا شلنا حاجات كتير جدا من نص الفيديو. بس عايز تقول لهم ايه بقى نهى؟ ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ولو عندكم اي قصص يا ريت تبعتوها لنا، او لو عايزين تظهروا معانا في ابيسود برضه ابعتوا لنا. يلا باي باي. باي.